يا صباح الخيرات والهنا والنعيم، يا صباح الورد والفل والياسمين. ازيكم يا اغلى فراولات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده بقى ايه؟ حاجتين يعني انا بعشقهم. قرص، وهنعمل كمان حاجه كده نشربها تطري على قلبنا في الحر، وانا هعمل لكم ان شاء الله الفتره الجايه مشروبات كتير علشان الحر. ومنها تكون مفيده كمان. هنعمل مشروبين مش مشروب واحد، واحد منهم صحي وواحد منهم نص صحي. خلونا الأول بس في بداية الفيديو كده نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قولوا لي بقى عاملين ايه وعاملين ايه في الامتحانات؟ عملتوا ايه في الامتحانات اقصد؟ ربنا يطمنكم يا رب على اولادكم. بصوا بقى في اليوم ده عملنا ايه. كنت انا عايزه اعمل قرص فلاحي صراحه، كان هي طالبه معايا قرص فلاحي، على قد ان اليوم ده انا كنت مشغوله جدا في البيت، كنت بعمل حاجات كتير. بس انا والله كانت طالبه معايا كل قرص فلاحي وما كنتش هعمل غدا صراحه، فقلت خلاص هعملها. وهي كده كده ما بتاخدش وقت، يعني هي تتعجن وتتساب تخمر على ما اعمل شويه الحاجات اللي انا عايزه اعملها. ففعلا جبت كيلو دقيق وحطيت عليه كيس خميره فوريه، حطيت عليه 4 معالق سكر، لان انا بحب العجينه مش مسخه، بحبها مسكره بس مش مسكره سويت، يعني مسكره تبقى تاكلي كده العجينه تحس ان هي مسكره. المهم انتوا فاهمين قصدي صح. وحطيت رشه الملح، وكنت حطيت معلقه كبيره بيكنج باودر برضو، بس تقريبا هي ما اتصورتش. وحطيت بقى كوبايه على الكيلو دقيق، كوبايه سمنه على زيت، كوبايه الا ربع. وبعد كده ايه، بقول لنفسي وانا واقفه ايه، يا سلام بقى لو في شويه قشطه كده بتوع وش اللبن، هيخلوا القرص دي ايه روعه. والله بصوا اختكم مش هتموت نفسها في حاجه. المهم رحت افتح التلاجة، لقيت عندي اللبانه فاضل فيها شويه لبن صغيرين، بس اللبن ده اللهم بارك كان عامل وش قشطه كتير اللي انتوا شفتوه ده. فكانوا يعملوا قد ايه، يعملوا قد 5 معالق مثلا كبار، خدتهم حطيتهم. والمفروض ان انا كنت عارفه ان انا عندي لبن رايب، فكنت هعجن بيه القرص. بس لقيت اللبن الرايب في الفريزر ما فكش، فما كانش هينفع بقى اعجن بيه، كان هيخلي الخميره ما تشتغلش. فكان عندي علبه زبادي خدتها عجنت بيها. عادي خالص 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 تعجني القرص الطريه او القرص الفلاحي يعني بزبادي بدل اللبن الرايب. هو اللبن الرايب هو فكره الزبادي يعني، بس اللبن الرايب بيبقى اكتر دسامه. بس هي دي الفكره. المهم حطيت الزبادي زي ما انتم شايفين، عجنته كله مع بعضه، وبعد كده نزلت الميه الدافيه حبه بحبه. فكره اصلا انك بتعجني العجينه، الدقيق بتفركيه. معلش كان عندنا فاصل بقى، بنتي بتسالني على حاجه. المهم فكره انك بتدعكي العجينه الدقيق في الاول بالماده الدهنيه قبل ما تحطي الميه، ده بيخلي العجينه بتاعتك من اروع ما يكون يعني. حلوه اروع دي صح. المهم فانا عملت كده وعجنتها، مش هقدر اقول لك خدت ميه قد ايه عشان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. ده دقيق سايب عادي كنت جايباه من عند العطار. المهم عجنتها زي ما انتوا شفتوا كده، ولميتها لما بقت طريه خالص، وحطيتها بقى ايه تخمر على جنب. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اسمه ايه؟ انت لسه قايله اسمه صح. ديتوكس. ديتوكس. ماشي. إيه، قطعت العود. ماما قطعت لي يعني ليمون شرايح وسنة نعناع. ما خدهاش النعناع كله. دي ورقه وحشه دي، استنى نشوف. انا هعمل ازازة كيس، بس نقصت منها شوية عشان كانت مملية على الاخر. ها. ايوه اعمليه كده عشان يدخل. شاطر. بصوا انا سايباها تعمل ديتوكس، هو مش عشان التخسيس بس، هي فاهمه غلط، هو بينظف المعده برضو وكده، فانا سايباها تعمل لان هي اصلا بتشتكي من بطنها بقالها فتره. فعادي الميه اصلا يبقى طعمها حلو بالليمون والنعناع، انا كنت بعمله دايما بال2 لتر وبشربه. غسلت لها النعناع بعيدانه زي ما هو، قلت لها حطيه بعيدانه احسن. بس ايه، ما تعملوا بقى لو حابين تعملوا الديتوكس ده تشربوه في نفس اليوم، يعني ما يتسابش مثلا لتاني يوم، طعمه بيبقى مش احسن حاجه. فهنحط بقى ايه كام عود نعناع كده، وحطينا ليمونتين قطعناهم شرايح، طعمهم بقى هيجي في الميه ساعتين، وتلاقي بقى طعم الميه دي بقى الليمون حط العود ده بالنعناع. كمان وبس كده. بس كده كفايه بس. وبتحطها بقى بتقفلها وتسيبها في التلاجة. انا بقى هعمل ليمون بنعناع عصير، فجايبه كمان غسله انا كمان ليمون اهو. احنا غاسلين طبعا الليمون اللي احنا حطيناه هنا، فانا غاسله ليمون وغاسله بقيه الديتوكس جاهز. الديتوكس. الديتوكس الديتوكس جاهز. عشان ماما ما تزعلش. اه بس. انا بضحكني بصوا بقى صوري. هعمل ليمون انا بنعناع، بس انا بقى ايه مش هاخد النعناع بعيدانه زي ما عملنا في الديتوكس، لا انا هقطفه زي الملوخيه كده. هقطف حبه بقى اخدهم ونعمل ليمون بنعناع. حبه ليمون بنعناع عسل. هقول لكم دلوقتي هنعوز ايه غير الليمون والنعناع.
بصوا لما يفضل عندكم نعناع، احنا فضل مننا نعناع حطيناه في العلبه وهنغطيه بمناديل عشان خاطر ايه يقعد معانا كمان يومين 3 ولا حاجه، وهنغطيه عادي بغطا العلبه. بصوا بعد ما تحطوا عليه مناديل غطيه عادي بغطا العلبه حاطين اللي عليه انت حاطاه، منديلين. عشان بس ما يعرقش ويبوظ اكتر ويشرب الميه اللي قفل فيه. كويس ولا لا؟ هتقفل. بصوا بقى قطفنا النعناع وقطعنا ليمون وحضرنا سكر ولبن وميه بس كده. هو ده ليمون نعناع، ده لبن مغلي اهو، هاخد منه شويه بارد يعني شوية صغيرين مش كتير يعني. اهو. بصوا كل سهوله تضربي عادي النعناع. خبز رقم واحده مش مهم. اضرب النعناع مع الليمون بشويه ايه ميه في الاول صغيرين. تمام. انا هنزل بقيه انا بعشقه يا جماعه، انا بحبه قوي، بحبه قوي قوي. فين الغطا؟ فين غطا الشفشق؟ هاتيه من على الحوض. مش هحط السكر دلوقتي ولا اللبن. تمام. بصوا بقى بضربهم الاول كويس عشان اصفيهم. بس مركز ازاي لسه، لان انا ضربت الكميه دي كلها بس بشويه الميه دول. هصفيه وبعد كده بقى ازود له اللبن وازود له السكر واضربه كمان مره عشان يكون فيه بقى ايه برضو شويه رغوه، لان كده الرغوه هتكون كلها في الضربه الاولانيه. فهصفيه الاول من التفل، وبعدين ايه نرجع نضربه تاني بلبن بقى وميه. صفيته خلاص اهو. بصوا الرغاوي دي بس من مكان ما كنت بفضيه تاني في الشفش. انا هحط له بقى نكمل بقيه المقدار لبن يخلي طعم الليمون روعه. نحط السكر بقى بتاعنا، حاجه بترطب كده بجد، حاجه بترطب على القلب يعني. بياخد سكر كتير سيكه بس عشان ده ليمون يعني، فبيحتاج ان هو يعني يحلو بزياده. فهاخده بقى اضربه كمان ضربه وبس خلاص. بصوا خلاص عملنا العصير بقى، وانتي تحلي زي ما انتي عايزه. بصوا يا سلام، انا بس شفته كده انتعشت. ده بقى تاخدوه بعد اكلة سمك، بعد اكلة كده كلها دسم، والله العظيم بيجيب من الاخر. انا بقولكوا كنت ادمان ليمون نعناع. ما بروح طنطا وبروح مكان ابعد من مكان الدكتوره بكتير عشان اشرب ليمون نعناع. يلا بقى ايام. بس خلاص هنعمل ايه بقى. خلصنا بقى، عملنا الليمون بالنعناع وعملنا الديتوكس اهو، اللي هو برضو ليمون ونعناع، وبقيه النعناع عشان حفظناه في العلبه عشان نشيله في التلاجة. وخلاص بقى ايه اعمل القرص اللي انا عجناها معاكم من بدري علشان خلاص زمانها خمرت وبقت فله. فهقعد بقى اشكلها دلوقتي عشان اسويها. بس خمرت وبقت زي القمر. تشكيل القرص بقى مفيش اسهل منه في الحياه. بص انا هاخد جزء من العجينه اهو على طول في الصاج، ولا هجيب حاجه بطط عليها ولا الهوا ده كله. سخنيش الجهاز عشان تشوفوا. بصوا اهو واضح واضح. بصوا اهي على حسب بقى انت عايزه القرص قد ايه. تمام. خلاص واحطه في الصاج. بصوا اهي، يعني انا بتحكم في حجم القرصه على حسب التقطيعه بتاعتها من الاول. بحاول يعني على قد ما اقدر يكونوا كلهم مقاس واحد. انا مش هحشيها، دي قرص فلاحي بقى، هم يغمسوا بيها اللي هم عايزينه يعني، زي ما هم عايزين ياكلوا ياكلوا بيها. يغمسوا بقى بجبنه، ياكلوا زي ما ياكلوا. عشان انا عندي كل واحد بيحب نوع جبنه شكل يعني. ما شاء الله ريحتها روعه من القشطه اللي انا حطيتها بتاع وش اللبن، مخليها ريحتها روعه. انا بسيب مسافه ما بينهم اهي. بصوا زي ما انتم شايفين كده عشان لما اجي انتي تخش الفرن بتكبر. يا نصح، عشان لما اجي ابططها هتاخد مسافه لسه عشان ما تلزقش في بعضها. دي التكويره بتاعتها بس كده اهو. نفس الحكايه بزقها ما بين صوابعي. ان شاء الله هبططها، هسيبها ترتاح بس سيكه على ما مش هسيبها كتير صراحه، هي خمرت بما فيه الكفايه. هسيبها بس ترتاح سيكه على ما اشغل الفرن ويسخن، عشان طبعا ما ينفعش ندخلها فرن بارد. اي مخبوزات ما ينفعش تخش فرن بارد. اي حاجه بنعملها في الفرن، مش اي مخبوزات على فكره، اي حاجه بنعملها في الفرن لازم يكون الفرن سخن كده عشان الحاجه تخش تتشمع على طول. القرص بتخش على فرن عالي
عشان خاطر قلبها ينفخ كده وتبقى حلوة. يعني بدخلها فرن 190 مثلا. بسيبها قد على ما بتاخد بقى اللون الذهبي من تحت على حسب فرنك، بس هي ما بتغيبش يعني. ما بدهنهاش اي حاجه، هي ما شاء الله واخده سمنه كتير وواخده زيت كتير. وواخده كمان قشطه من وش اللبن زي ما انا قلت لكم، زي ما عملتها معاكم. مش هتاخد فرن، مش هتاخد دهنه على الوش ولا الكلام ده كله. اهي. بصوا بحب اعملها كده ايه، بحس ان هي بتديني ان هي بتتنفس كده من جوه اكتر لما بعمل العجينه كده. ولا احتاج الدقيق ولا اي حاجه، لان هي ما شاء الله اللهم بارك واخده دهان كتير. حاسه ان دي صغيره عنهم، او هي دي اللي كبيره شويه. دي كده محطوطه جنبهم، حاسه ان هي ايه، كبيره شويه، فاصورها عشان زي ما بقولك انا بحب حجمهم واحد. المهم اكمل بقى تشكيل للقرص بتاعتي واوريكم بقى في الاخر اما اجي ابططها. بصوا انا ايه، جربت ابطط بس دولت علشان خاطر ايه، اعرف المسافه اللي هسيبها بين التانيين هتبقى زي دول ولا لا. فاهمين انتوا قصدي؟ الصف ده يعني بخليها بسمك طبعا، لان دي قرص مش عيش. العيش هو اللي بنرققه، انما دي قرص فبخلي ليها سمك. بصوا منتهى السهوله اهو، ما بتاخدش اي حاجه والله يا بنات. انتوا شفتوا انا عجنتها في ثانيه، سبتها اختمرت على ما خلصت، غسلت مواعيني وروقت شقتي ومسكت التلاجة كمان غسلتها. هحتاج اشيل واحده من دول، عشان كده بصوا انا قلت اجرب، لان هنا برضو المسافه بينهم ضيقه. بس انا مش عايزه اشيلهم عشان دول يعتبروا ايه، خدوا جزء من التخمير. عشان دول اول حاجات انا مشكلاها، اول وحدات انا مشكلاهم حاجات ازاي. بصوا ابط كده، اسمها بط صح؟ ابط ايه، ابطط اهو. اللهم بارك. بصي هي بتاخد شكل صباعك وانتي بتبططي، بس اول ما بتسيبيها خلاص بترجع بصوا تاخد الشكل تاني. طب بس اشيل دي فيلم كده شويه، لان هي هتزيد برضو، حجمها هتزيد كده. انا ايه، هلغي الصف ده خالص. انا كنت عارفه بس انا قلت اشكلهم علشان ايه، مره واحده كده. عندي بقى صاج تاني انا مجهزاه اصلا اهو. بصوا هنقل فيه الصف الزياده اللي انا شلته، عشان ايه، بتتخمر ما شاء الله بسرعه. بس كفايه كده على الصاج ده، عشان إيه يعني تاخد راحتها. لسه هغطيهم بقى كمان مره اهو زي ما قلت لكم، عشان اسيبهم يكملوا اختمار. انا عندي لسه حته من العجينه كمان هكملها بقى في الصاج التاني اللي انا نقلت فيه الوحدات ده. هغطي دي عشان وشها ما يعملش قشره. تمام. واخد بقى دول اقف في جنب هنا ايه، اعملهم برضو اهو. حطيتهم برضو على طول اهو. اللهم بارك. والله ما بتاخد حاجه. في ناس بيروحوا يشتروا القرص دي من بره، انا بستغرب بيشتروا ازاي القرص الفلاحي من بره. يعني ممكن يشتري حاجات اللي هي مثلا ايه، بتاخد غلبه جامده، مثلا كرواسون اللي هو السينابون كده. انما بالنسبه لي القرص الفلاحي دي حاجه هوبا في العجان، او لو مش عندك عجان هي اصلا بتعجن بسرعه. وبتتخمر وما بتاخدش في الفرن وقت خالص خالص خالص. وكلي بقى احلى قرص فلاح. متروحش تشتروها من بره يا جماعه، والله مش بقطع رزق حد، بس انا قصدي اشتروا الحاجات اللي ممكن تبقى صعبه عليكم انكم تعملوها. بس هشكل بقى دول اهو وارجع اوريكم بقى كله مره واحده. خلاص شكلت الاتنين اهو. تمام. هسيبهم يختمروا شويه، بس هغطيهم واسيبهم يختمروا شويه. لما يختمروا على فكره شكل الصوابع ده هيروح، هيترفع كده معاه. وادخلها فرن على 190 200. ما بتخشش فرن هادي عشان تقب على طول. هحطها في فرن مثلا 190 200 زي ما قلت لكم. وما ما بدهنهاش اي حاجه اي حاجه. وما بلاقيها خدت اللون حلو من تحت بقوم مشغله عليها الشوايه وانا واقفه جنبها. ما تسيبيهاش لان بتاخد لون بسرعه عشان ما تنحرقش منك. فهدخلها بقى الفرن بس هسيبها تختمر زي ما قلت لكم كمان 10 دقايق، وما تطلع اوريها لكم.
ما ينفعش انا اشوفه لوحدي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كنت بفتح بقى على الفرن. بصوا 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 الحلاوه، لسه ما خدتش لون من تحت، سايباها سيكه واشغلها بقى الشوايه. بصوا اللهم بارك اللهم بارك. هسيبها بقى تكمل وبعدين هوريكم بقى ايه شكلها لما تطلع. انا قلت بس ايه اوريكم كده الجمال ده قبل ما اقفل الفرن. بصوا دي ما اتحمرتش قوي عشان كانت في طرف كده لوحدها. بصوا سخنه لسه. بصوا انا بحب اللون ده. تحبي انتي؟ هو ظاهر هنا اغمق بس هو افتح يعني. تحبي انتي افتح من كده براحتك، انا بحبها محمصه. يعني هتلاحظوا ان انا سايبه جزء فتح عشان اللي عايز كده، وسايبه جزء يعني محمص شويه اهو. بصوا روعه. بصوا بقى بصوا الجمال. بصوا سخنه لسه بس لازم اوريكم عشان الولاد عايزين ياكلوا. انا ما عملتش الغدا اصلا. انا قلت لهم انا بعمل قرص، تاكلوا قرص يعني مش عاجبكم كل واحد بقى يعمل له حاجه ياكلها. فايه هياكلوا ادم قرص وريحتها اصلا ما شاء الله ماليه البيت. بصوا الجمال. بصوا عامله ازاي من جوه، ولا مكتومه بقى ولا اي حاجه، ما شاء الله. الله الله بجد روعه. خد بقى احط في الطبق هنا. انا محضره بقى اوريكم انا محضره ايه ياكلوا جنبها عشان ما عملتش غدا. هم عارفين اليوم اللي بكون بعمل فيه تنظيف جامد وبعمل مجهود وكده ما بعملش اكل، بنقضيها اي حاجه. وخصوصا يعني اغلب الوقت بيبقى يوم الخميس بنقضيه اي حاجه عشان الجمعه بقى بنعمل اكله حلوه. فايه هوريكم حطيت ايه. حطيت هنا عندي بابا غنوج كنت عاملينه انا وتوته فاكرين وصورناه لكم، كان في التلاجة. قلت لكم بيقعد معاكي اسبوع كمان ما يجروش اي حاجه. طفى علبه التلاجة اهو. دي جبنه حادقه اللي هي بمش بس هي لونها فاتح مش قديمه قوي. جبنه فيتا ومربى وقشطه طبعا ادام فيه مربى. بس هنقعد ناكل فيه احلى بقى من كده اكله؟ لا طبعا. يعني اسكت انا بقى على كده؟ لا ما اسكتش. نشرب بقى بعد الاكله دي الليمون بالنعناع اللي انا عملته لكم في بدايه في اول الفيديو بعد ما عجنت القرص. بس خلاص اتفضلوا معانا. حلوه قوي والله وصفه القرص ما شاء الله. عامله كميه حلوه. الباقي عادي ممكن تشيليه لما تبرد في اكياس وتحطيه في الفريزر وتطلعي تسخني في الميكروويف او على طاسه او على اي حاجه وتهدي عليه النار، بيبقى كانك لسه عامله حالا. الصينيه الصاج التاني في الفرن بقى طلعه خلاص، بس هنحط الاول ناكل عشان الولاد عايزين ياكلوا وايه. بس خلاص اقول لكم مع السلامه. ما تنسوش بقى بدعوه حلوه من قلبكم لاختكم. مع السلامه يا حلوين. سلام.